انا عايز ابوسك، انا بحبك وانا جدا. في حد برضو مهم جدا انه يطلع معانا. تعالى يا يحيى. يحيى ده مساعد المخرج الاول. تعالى يا يحيى. خليك يا بابا، خليك تعالى يحيى الناحيه. ده من كرو الاخراج الجميل. مخرج شاب واعد. انا بقول له زميل، يعني هو مساعد الاول معايا، شاطر جدا، بس انا بقول زميل. بشكرك لجهدك ولتعبك ولانك واقف جنبي في الفيلم ده. انت وحسن جمال المخرج المنفذ، ونانو مرسي سكريبت الملابس، عمرو جزارين سكريبت الاكسسوار، وانا دايما بحب اشيد بفريق الاخراج. اشكر اول حاجه طبعا المخرج ان استاذ نور ان اداني فرصه زي دي في فيلم عظيم جنب اساتذه عمالقه طبعا زي الاستاذه والاستاذه لو. لما بنقول فيلم التكوينه بتاعته، خلينا نتكلم بشكل برضه صريح. انت لما يبقى معاكي ممثلين تقال وليهم تاريخ، ولكن قد عفى الزمن بعض الشيء على تركيبه الجمهور. يعني هو دايما يقول لك انا ده هيبقى فيلم الموسم وهيبقى فيلم الموسم، وانا مراهن عليه. عشان كده انا اخترت هند عاكف، عشان كده اخترت النجمه الكبيره مدام لوسي، وفاء مكي، عبد النور حسن. هتشوفوا كده تكوينه غريبه جدا، موضوع جريء جدا جدا جدا. بتتكلمي في التيار الديني المتشدد اللي اثر على الهويه المصريه اكتر من 30 سنه. بتتكلمي عن الناس اللي ماسكه الدين صوره، بتتكلمي عن واقع أليم جدا، بتتكلمي عن بنت ممكن تلاقيها ممثله صحفيه ولابسه الحجاب. بتتكلمي عن حاجات كتير جدا كارثه، لازم اكشفها في الفيلم ده ان شاء الله. وبرضه معانا محمود وفاطمه قاعدين بيعملوا بروفا جوه. أيوة، بس يعني انا اناديهم، ممكن اناديهم كده. نديهم يا شباب تعالي معانا نور. في ميزه عند هند عاكف ما حدش يعرفها. حقيقيه قوي، عندها طاقه ايجابيه قوي، عشان كده في قلبها على لسانها دايما. ولو هي مش ست جميله مش هتقعد الشباب ده جنبيها، صح ولا لا؟ اسمحي لي اقول حاجه، هاخدكم بقى من الشمال لليمين. المدام هند مغطيه يعني. يعني انا معايا بقدم نور العربي. نور العربي ممثله شاطره جدا، جريئه، في معهد فنون مسرحيه. وانا بحب الممثل الاكاديمي او اللي هو ابن الاكاديميه، لانه بيبقى عنده قدر من الجرأه والوعي والثقافه والفكر. البنت دي هتشوفوها في دور مختلف، دور فاطمه، وهي ترشيح مين؟ ترشيح مدام لوسي. يعني مدام لوسي اللي قالت لي خد البنوته بقى دي بعد اذنك شويه. فانا بقول لك اهو قدام كل الناس انا فخور بيكي جدا. اروح بقى بعد كده للولد اللي انا بقول عليه الولد، مع انه هو شاب جميل جدا، مالك، من احسن واشطر الممثلين الشباب اللي في الفيلم. وهتلاقيه بدور قوي جدا ودور بطوله طبعا. يعني دور البطوله زي دور فاطمه. يعني وجود مدام هند عاكف جنب الشباب دي ده سند كبير جدا. وانك بتعملي ده حاجه تعلي من حضرتك جدا وتعلي من الشباب دول. خليك، احنا عملنا بجد. مشهد انا ومحمود رهيب 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 رهيب. انا كل ما اتفرج عليه في المونتاج بيغمى عليا. هتلاقي دموع وهتلاقي ضحك حقيقي. حب وهتلاقي حنيه، كل ده في مشهد واحد. هتشوفوا هند عاكف بطلة فيلم الأسير مع النجوم الجمال دول، محمود الصغير والنجمة الجميلة ديت نور العربي. أنا بحبكم جدا. وطبعا النجمة الجميلة لوسي، النجمة الجميلة وفاء مكي، النجم الجميل عبد النور حسن. كلنا نجوم وكلنا أبطال. ولن يخرج من هند عاكف أبدا كلمة تسيء لزمايلها. أجمل ما فيها إن هي بتحب زمايلها. بحبك جدا. وانا بحبك قوي. نسينا نقول باسم ربيع بس عشان ما يزعلش. باسم ربيع عامل دور حلو قوي. باسم ربيع عامل دور علي، وهو نجم جميل جدا جاي لنا من لبنان، هيعمل لنا شغل حلو جدا باذن الله. انا عايز ابوسك، انا بحبك جدا. والله بحبها وبموت فيها، واستنوها في الاسير. وانا بحبك قوي. عايز اسالك سؤال اسألني. هم سالوه لي، فانا هساله لحضرتك بحكم ان حضرتك مخرج جميل وخريج معهد السينما. جميل. وحضرتك مهتم جدا بانك تشغل الجيل اللي درس في المعهد. طبعا. الجيل ده طبعا. يعني الجيل ده اللي يشتغل ولا مين اللي يشتغل؟ لا الجيل، لا بصي، احنا قلنا من شويه الدراما بتسمح بجميع الخامات وجميع الاعمار. بالظبط. مين اولى؟ اولاد الاكاديميه والنقابيين، ولا نروح للناس اللي هم التيك توكرز والناس اللي بتطلع تعمل هفوات عبيطه، انا اسف في التعبير يعني، ونقول هم دول اللي بتوع الترند ويلا تعالوا مثلوا؟ لا طبعا، الاولى هي الناس ديت. الاولى الناس اللي عندها خبره، الاولى حد التاريخ هند عاكف اولى. والنهارده لما بنقول هند عاكف لازم نسمع كلمه ترند.
احنا هنهزر، احنا هنضحك، لكن لا، انتوا هتشوفوها في الاسير واحده تانية خالص، هتشوفوا فيلم مختلف. هفكركم بده باذن الله. وانا يعني زي ما قلت من شويه ان انا بحترم قرار نقابتي وبحترم قرار دكتور اشرف زكي لانه بيحافظ على المهنه. دكتور اشرف زكي كان بيدرس لنا برضه في معهد سينما اسس حرفيه تمثيل، وهو استاذي وانا بحبه جدا جدا، والراجل ده بيحمي المهنه من الناس الدخلاء. ده اللي احنا عايزين نقوله. وان شاء الله بقى انتظرونا في فيلم قوي جدا، وانتظروا النجم الجزائري الجميل عبد النور حسن بطل الفيلم. الشيخ ادم عامل شخصيه قويه جدا 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 ان شاء الله جدا. انا عايزه بس اقول عايز تقول حاجه محمود؟ طبعا والله انا حابب اقول اشكر اول حاجه طبعا المخرج ان استاذ نور ان اداني فرصه زي دي في فيلم عظيم جنب اساتذه عمالقه طبعا زي الاستاذه والاستاذه لوسي والاستاذ عبد النور والاستاذ باسم وطبعا نور. نسيت اسمها من دلوقتي. لا والله شاطره جدا، وانا يعني ليا الشرف طبعا ان حلفني الحظ مع الكرو الجميل ده. اخر حاجه بقى اضيفها، انا اسف ان انا باخد منك المايك. في حد برضه مهم جدا انه يطلع معانا. تعالى يا يحيى. يحيى ده مساعد المخرج الاول. تعالى يا يحيى. خليك يا بابا، خليك تعالى يحيى الناحيه. ده من كرو الاخراج الجميل الجميل الجميل، مخرج شاب واعد. انا بقول له زميل، يعني هو مساعد الاول معايا، شاطر جدا، بس انا بقول زميل. بشكرك لجهدك ولتعبك ولانك واقف جنبي في الفيلم ده. انت وحسن جمال المخرج المنفذ، ونانو مرسي سكريبت الملابس، عمرو جزارين سكريبت الاكسسوار، وانا دايما بحب اشيد بفريق الاخراج اللي معايا. فبشكركم من كل قلبي، وربنا يكرمنا ونعمل عمل حلو وعظيم باذن الله. شكرا شكرا. نور يلا يا نور بقولي كلمتين. حقك بقى يا نور. والله لا انا بشكركم جدا على الفرصه دي طبعا، وبشكر الاستاذه باسم ان هي وثقت فيا وكلمت الاستاذ نور يعني وقالت لي وهي تجربه بالنسبه لي مختلفه، لان اول مره العب دور البنت الجريئه قوي كده. كنت دايما بلعب البنت اللي هي الكيوت مش عايزين نحرق في الهاديه. سيبك من احنا هحرقك انت لو ما عملتيش الجرأه دي. تقولي هنا جرأه وتيجي قدام الكاميرا مش عايزه تعملي الجرأه. انا بقول اهو. طيب ماشي. بس يعني فبجد شكرا، ان شاء الله يعني هكون قد المسؤوليه دي. يا رب يا رب. احنا اللي شكرا، احنا اللي شكرا. حبيبتي احنا عندنا نور ونور وعبد النور واستاذ عبد النور. ان شاء الله يعني. ربنا يا رب يكرمنا جميعا بيكي ووجودك وبقلبك الحلو يا نجمة النجوم. ربنا يخليك يا نجمة النجوم. يا حبيب قلبي، كتير عليا. لا مش كتير عليك والنبي، انا بحبك والنبي، انا بحبك والله العظيم، بحبك بحبك بحبك. حبيبي ربنا يخليك ليا. خلاص عشان ما يفهموناش غلط. لا انا عايزه اقول ايه، يعني اقول ايه، ابني. لا ابنك ايه؟ ابنك ايه؟ طب والنبي بصوا للشكل كده. طب والنبي انت اصغر من نور. يا حبيبي انت حلوه برضه بس يعني صح. لسه بتقول لي. لا ربنا يحفظك. عشان انتوا بتحبوني فانتوا كلكم شايفيني حلوه. عشان انت ايجابيه وجميله بس والله العظيم بجد. ضحكتك والله. حبيبتي ربنا يخليك يا قمر. وسمعتي صوتها اركب اوبر ولا ما سمعتيش؟ طبعا احنا كلنا هنركب الاوبر باذن الله. فاكر اول يوم قابلت النجمه الجميله مس حبيبه قلبي، قالت لي ايه لما يعني قالت لي انت عامله شخصيه ايه؟ قالت لك انت جميله. ايوه وجات لك الاوضه قالت لك يا هنوده انا فرحانه ان انت موجوده، وانا بقول ان ده من جمال ورقي وشياكه مدام لوسي. حقيقي 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 هي ست عظيمه جدا جدا جدا، وانت كمان انسانه عظيمه جدا، وبجد انا مبسوط بالشغل معاكم جدا وبحبك بشكل خاص يا رودو والله العظيم. والله العظيم وانا بحبك بشكل يعني كبير قد الدنيا دي كلها. انا مش عارف اقول لك ايه اكتر من كده بقى يعني. كده بقى. حبيبي ربنا يخليك ليا وانت كمان. وانا مبسوطه ان انا في وسطكم والله العظيم. والله احنا اللي مبسوطين بيكي. ربنا يخليك ليا. تسلمي تسلمي تسلمي، وشكرا ليكم بقى. شكرا شكرا شكرا. شكرا.